وحبيت نبدا لكم الفيديو بالوردة هذه بورطون فيديو يعني صورته من قبل وشاركته معكم. ما لقيتش حاجة نقدمها لكم كعربون محبة على تعليقاتكم الجميلة خاصة في الفيديو اللي فات. غير الوردة ذا نقول لكم إن شاء الله دايما تكونوا متهنين وزاهيين وكي الوردات المفتحين، إن شاء الله أيامكم زينة ومليحة وإن شاء الله ربي يحقق لكم كامل أمانيكم. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير ومرتاحين. فيديو جديد، يوم جديد، روتين جديد. حبيت نشارك معاكم نقضيو مع بعضنا وقت مليح. هنا البنات كنت في الصباح كي رايحة نخدم كيما راكم تعرفوا. شوفوا خيتكم على قداش رايحة راهي 9:04. معليش ما فيها باس. درت شوية مطار. حاولت نشارك معكم هذا الأجواء حبيباتي. سينو قولوا لي نتوما واش راكم مع السخانه هذه، راهي 8:30 تاع الصباح تكون سخانه ديريكت تضرب للراس تسرع. قولوا لي واش حوالكم، واش راكم دايرين فيها، اسكو هزيتوا الكونجي ولا لا، واللي قاعدين في الدار اعطوني بروغرام واش راكم دايرين، واش تعملوا، واش راكم تطيبوا، راكم حيرين، راكم كيما انا راني باش نقول لكم نخلط ونجلط دي فوا حتى نخرج حاجه باهيه وخلاص. حبيباتي ما تنساوش تبداو لي الفيديو بهذيك الجام اللي طلع لي المورال وطلع لي الفيديو وكل شيء. ولانه كاين موضوع راح نحكيو فيه ان شاء الله. وقبل ما ندخل الموضوع كما راكم تشوفوا السخفه وما دايره فيا. هنا كنت البنات طالعه هبطه في التيك توك لقيت الوصفه هذه تاع البافلوفا، جو بافلوفا. مي درتها وغلطت شويه في الشكل، مي النتيجه يا البنات جات ولا اروع. راح نشاركها معكم بالتفاصيل اكيد. شوفوا البنات البافلوفا هذه تنصلح لكم حتى ديروها هكذا في المناسبات، جاي واحد يبارك لكم. شوفوا هي كم تحليه وبارده. ومام طون تجي هايله يا البنات والله، خفيفه خفيفه تهبل. هنا كما راكم تشوفوا جبت بيض جبت 3. درت 3 تاع بيض من بعد كندير معاهم يا البنات كاس سكر. سكر عادي ناقص اسبوع حاشاكم. آه مع القرصه تاع الملح ما تنساوش. نبقى هكا نضرب في البيض هذا كي يبدا هكذا يدير شويه يبدا يطلع، نبقى نضيف هذاك السكر على 3 مراحل حتى نتحصل على ميرينغ. شوفوا كملوا الفيديو معايا بركه ونحكيو مع بعضنا في الموضوع تاع اليوم. البنات الموضوع تاع اليوم اللي على بالي باللي الاغلبيه تاعكم راكم تعانيوا منه، اللي هو الجيران اللي يسيبوا اولادهم يديروا ما هوالهم. وكي تجي تهدري يقلبوا الحق فيك. يقلبوا سبحان الله. يعني الايامات الفايته تعرضت لموقف اني وصلت اني تعيبت عيب كبير مع جيراني غير على جالة الولاد هذوما. صدقوني نحكي لكم حوايج يا البنات تبقاو يعني مندهشين. ايماجيو يا البنات تكون ايماجينيو عفوا تكون امراه كبيره ب4 ولا ب5 ولاد وتلقاها نهار كامل هي حاكمه الطاقه، لا شغله لا مشغله. حاكمه الطاقه وراي عسل اللي رايح واللي جاي. انا بنتي تعرضت. شوفوا بنتي دير لينات. مي انا مانيش حايره يعني دير لينات على روحها. شوفوا قبل ما نكمل لكم الفيديو، شوفوا نكمل لكم الوصفه عفوا الموضوع. شوفوا هنا حكمت بعد ما طلعت لا ميرينغ هذيك. زدت لها مغرف تاع خل، وزدت لها 2 مغارف تاع نشا، وزدت لها 3 مغارف تاع سكر كلاص، ونخلط غير بالفوي. والوصفه راهي باينه وراح نهبطها لكم في القناه الثانيه. خلونا نرجعوا للموضوع. تلقاو يعني التصرف السيء يخرج من انسان كبير كيفاه تحبي ولده يكون متربي. هذه يعني كنقطه. مرات تلقاها نهار كامل هي عسى الولاد. تحرش في الولاد على بعضهم. يعني تسب الولاد بأبشع الألفاظ. تلقاو يعني صغير يدير لونات تعاير وتقول له فوالا يا لعور يا يعني سبحان الله. يعني هذه تصرفات ما تبدرش منها مهما كان الإنسان. قالك جيبوا لك قاري ولا لا فاهم ولا لا قرأ. مهما كان الانسان هذاك ما وصلش لدرجه من العلم، كاينه حاجه اسمها تربيه، اسمها ظرافه، اسمها يعني هذه كنقطه يعني الاولى. ثانيا شوفوا البنات هنا انني غلطت في الشكل. نورمالمون ندير قاعده
قاعده باش من بعد كي نحشيه ما يسيحليش. ديروا نتوما قاعده ومن بعد كي طلعوه لفوق شغل يجي كي روزاس بصح تتحصلوا على هذيك الثقبه، فهمتوني يا البنات. هنا كنت حطيته طاب عادي جدا. شوفوا راني غلطت كما قلت لكم، طاب بيان كوم الفوق، طاب ابيض البنات، ما تخلوش حتى في الكوشه تقريب ساعه غير ربع، نقصوا عليه خلاه وخلوه يطيب. بعد ما يطيب شوفوا هنا واش درت البنات. حكمت انا كاضافه برك هنا نورمال تحشى بواحد الكريمه، انا جاني حلو بزاف ما حبيتش الكريمه هذيك، مي درت الاضافه هذه من عندي اكيد اللمسه الخاصه. حكمت البنات المشماش، قصيته هكذا مكعبات صغيره وزدت له السكر وخليته على نار قليله حتى ولا بهذا الشكل. من بعد حشيته. تقدروا البنات ديروا كان عندي والله غير تفكرت وانا ندير في المونتاج، كان عندي ذاك الفوغاج تاع سيترون مي نسيته خلاه يا البنات معليش. راح نعاودها بربي، راح نعاودها بطريقه صحيحه وراح نعاود نشاركها معكم باذن الله. يعني هذه تصلح ديرها حتى يجيك ظريف للنجاحات لكل شيء. ما تنساوش غير ديروا لها القاعده هذيك تعمل تحت. راح نكملهم كامل ومن بعد يا البنات زدت لها شويه تاع كابريس هذيك، تقدروا ديروا كراميل، تقدروا ديروا شونتي كيما حبيتوا والشكل يعني المذاق جاء ولا اروع. صدقوني بنينه بنينه لدرجه ما تتخيلوهاش. نرجعوا يا البنات للموضوع تاعنا. تلقي يعني تصرفات تبدر من جار كيما هكا، يسيب لك ولادك في القوايل، يساطر الباب بالحجر، يخرج لهم الزوج تاعي ما يخلوه ما يقولوا له. دي فوا والله يعني ما نستغربوش كاش نهار يعني انسان يتبلى في صغير عادي. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني شوفوا على بالنا باللي. والنقطة الثانية انه مهما بلغت المحبة تاعك تاع ولدك في قلبك، ما تخليهش يطغى وما تخليهش تفز التربية، لانها تربية. شوفوا كاينة حاجة اسمها قوة السخشية معليش البنات قلبي معمر اليوم جيت نفرغوا. شاركوني دبر راسكم، شاركوني في التعليقات في الموضوع هذا تاع اليوم. قلت لكم كاينة حاجة سموها قوة الشخصية، وكاينة حاجة سموها صحانية الوجه وقلة التربية. هذه يعني هذه اللي درك انت كي انا تعرضت لموقف اني بحكم ان جيران وحباب لبعضانا وكل شيء ونروحوا لبعضانا ونجي اني حكمت سمعت. شوفوا البنات هذوما بنات كي نقول لكم عرعدين بنتي ثلاثة يحكموا، واحدة تضرب وصغيرة. يعني بنتي أنا مشني قاعدة نفخ لكم بها، يعني عاقلة ومتربية لدرجة ما تتخيلوهاش. مشني قاعدة نفخ اللي يعرفوا ولادي راهم اللي يعرفوا ولادي راهم راح يفهموني. شوفوا هنا الساعه البنات جيت مسحت الفريجيدير راهو فارغ يصفصف. ما تضحكوش اخر الشهر كلش فرض كلش راح كلش المهم شاركت معاكم كذا روتين تحفيزي بركه. هنا بالجمعه صباح كنت نصبت الغداء، تشوفوا معايا واش درت. ورحت درت مسحت هذاك الفريجيدير وكل شيء. قلت لكم البنات تعرضت الموقف انها هذيك الطفله كي جيت نهضر معها قدام امها كاين عيب وعلاه تفسدوا في الجيره علينا، وعلاه تخلونا كذا نقيسوا بعضنا، وراح تجروا على العباد الكبار يتعيبوني. ما هضرتش كلمه معي. ايماجينيو يا البنات كلمه بكلمه معايا قدام امها. وامها كي شفت معاها واش قالت لي غلبوني. امبوسيبل بنتي ملايكه ب10 سنين تغلبني؟ لا انا غير هذه اللي ما تصراش. وصفت لي الابيض راهي في القناه الثانيه تهبل يا البنات، هاني شاركتها معكم قبل. هذا هو كان غدايا الحمد لله، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. قلت لكم يا حبيباتي وهنا وسي جيت ندير فيديو قلبي فضل. انا قلبي مازال معبي. جيت ندير البنات زعما كيفاه يقولوا له الملاوي التونسي تاكوس بسكري اي اعتمدوا الوصفه. هنا ما كنتش كانوا عندي غير ورقات تاع نعمه، فدرت البطاطا الفرماج درت. شوفوا البنات الكوت تاع العظام مع طون لا يعلى عليه. هب الاول مره نجربوه هكذا راح نحشيهم كامل نعبيهم بعديك نروح نحمرهم في الماء. بعدوك تشوفوا معايا الوصفه كامله. يعني قلت لكم البنات توصلي ان ما راح لا تقولي بنتي غلبتني، لا 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 قال هذاك لا لا يعجبنيش ماشي لهذه الدرجه. مهما كانت معزه ولدك عندك ومعزه بنتك، ومهما كانت بنتك بار اكزومبل مريضه ولا عندها مرض مزمن ما تنجميش تقيسيها، ربيها علميها القدر تاع الجار، علميها القدر تاع الكبير، علميها حوايج بزاف. المهم انا بغيت نوصل رساله بركه هذه اني قلت لكم يا البنات ما تخلوش معزتكم لولادكم تخليهم قلال التربيه هذه. والحمد لله وراني مازال
راني نعاني وراني والله يا البنات نخمم في الرحيل ديفينيتيف. باسكو ما بقاتش معيشه، ولادي مساكن حرمت عليهم يخرجوا. مام المسجد عاد بنتي المدرسه القرانيه تروح تحفظ، ولدي شويه قابز يجيب حقه ويجي. كان بنتي واحد العاقله واحد هبلتني، نقول لها جيبي حقك من برا، ما تجيش تبكي، ما تجيش تقلقيني، ما تجيش تجي تعبي لي قلبي. ايماجيني ويا البنات انا في الخدمه، وهي عيطت لي تشحق مروحه من الجامع. ضربوها قريب فكسوا لها عينها، عيطت لي تشحق. هزيت التليفون عيطت للمراه، قلت لها احكمي بناتك، احكميهم واش داروا. قالت لي اشكي، حبت تشكي هذا واش خسرت عليا. يبقى انا واش نقول لكم يا البنات، عادي يديها باباها ويجيبها. انا وصلنا لواحد الوقت من المنظر هذا نقول يعني حسبي الله ونعم الوكيل. ومشي ولادكم تدوهم وتجيبوهم وقت القرايه، ومن بعد في الصيف تسيبوهم يعرعدوا الجيران، ما يخلوا شجر ينتفوهم، ما يخلوا بيبان يسطروهم، ما يخلوا صرات قبل البنات كسروا لي حتى الباربريز تاع الطوموبيل. فريمون معاناه وخلاه. ربي ان شاء الله ربي يهدينا، وربي ديما يطيحنا في الجيران اللي ملاح واللي مربيين وكل شيء. وربي ولادكم ما تخلوهمش يلقطوا الدعاوي، راهم يلحقوهم سواء في الكبر ولا في الصغر. هذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم يا حبيباتي. ان شاء الله بركه نكون وصلت ميساج وخلا. يعني انا شوفوا ما نحبش نحكي في المواضيع هذه الشخصيه، مين ضريت صراحه. هذه هي. وهنا البنات بعد ما عبيتهم وكل شيء كانوا الورق شويه فسدولي. انتم راكم نقولوا اذا عندكم وريقات ملاح ديروهم خير. شوفوا هنا قلت لكم حمرتهم على كلتا الجوانب وجاو ما شاء الله ما شاء الله. شاهدكم في الجنه حبيباتي، جربوهم وقولوا لي. هاكم تشوفوا هنا تاع ولادي ما حبوش ياكلوا فيهم الطون، بعديك ولاو كيعجبوهم كلاوهم. وشفتوا الدلال، شفتوا يا البنات انا قاعده راجلي واش جاب لي. اي خويتي كل واحده تقول واش جاب لها الزوج تاعها. اي شوفوا انا قاعده وجاب لي واحد كليبوني بردت به زواجيه. اي هو يجبد وانا نجبد. قلت له ربي يعيشك وربي يحفظك. والله يا البنات جاست كيما هذه ما مش راح نقول لكم. جاست كي كونت هي خير من الذهب ولا لا البنات. المهم هذه هي يعني يومياتي حبيت نشاركها معكم. أروح تشوفوا بنتي بدات في مشروعها الصغير جدا. كنت شريت لها لابواط هذه، اذا شفيتوا يا البنات شاركتها معكم في الشتا في القناه اللي راحت لي. بعديكا اي زدت شريت لها دي موطيف اخرين، وهاي باش تخدم ما شاء الله. يعني عندها هوايه سواء هي ولا افراد العائله، سواء من كوتي باتيرنيل ولا كوتي ماتيرنيل. عندنا الهوايات هذه تاع الاشغال اليدويه. ربي يحفظها ان شاء الله وربي يصلح فيها. وهذه نعطل فيها وخلاص. شوفوا يا البنات وانا مروحه من الخدمه من القرايه، وانا مروحه من الخدمه لقيت الفرخ تاع السمينه هذا قدام الباب تاعي كلاتو سخانه. انا ما عرفتوش واش هو. جريت عيطت لزوجي جا جابو. شوفوا حطيته في الكاج. سبحان الله زيش يبرد في قويمه. شوفوا البنات في الاول برد شرب حتى شبع، من بعد تحايل لقيتو راح يموت خلاص. شرب ومن بعديكا برد قوايمو، ومن بعد حاشاك مشتو يحط كذا في ديلو من التالي ويعود ينفض. يعني نقول لكم شوفوا كي برد في قوايمو يا البنات. المهم ان شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتنا وصدقه جاريه. قلت للزوج سيبوه، قال لي لا خليه ما باليش ولادي يفرحوا ولدي قال لي ماما جبتي لي صديق يفرح به. المهم هذه حبيباتي روتيننا تاع اليوم. حاولوا انكم ديروا ديما الماء فوق الداله، ولا طيشوا الفتفات هذاك، ولا فتفتوا يعني ولا في قدام الطاقه تاعكم. راهي صدقه جاريه والله. الفراخ راهي ميته مساكن. هذه هي حبيبتي ديروها في حيوان كيما هكا، في بكمه كيما يقول زوجي، تلقاي فيها اجر وديريها في عبد. اش راح نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. وصلنا نهايه الفيديو. نتمنى الفيديو تاعي يكون خفيف وظريف عليكم وعجبكم. شهاده طيبه ودمتم سالمين.